السلام عليكم. جربتي كده تسلقي المكرونة في اللبن وتعصجي كده صدر الفرخة وتعملي أحلى صينية مكرونة وتقولي وداعا للمكرونة البشاميل. شايفين الجمال معايا؟ أتمنى لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. أنا هعصج الأول صدر الفرخة ومعايا كده حبتين طماطم وسط وحبتين بصل وسط ونص حبة فلفل أحمر ونص حبة فلفل أخضر. هنزل كده بالخضار بتاعي كله كده في الكبة، البصل والطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر. هنزل كده بالخضار كله كده في الكبة وهفرمه كده فرم وسط. ودلوقتي كده الخضار بقى جاهز معايا. هبدأ ان انا اشيل سلاح التقطيع واحطه كده في الطبق، وهنزل كده كل الخضار الموجود معايا في الكبة. دلوقتي هرجع الكبة تاني مكانها وهحط كده فيها سلاح التقطيع، وهطحن بقى ايه صدر الفرخة معايا، وطبعا هطحنه طحنة وسط. نزلت كده بصدر الفرخة وهقفل الكبة كده وهطحنه طحنة وسط. دلوقتي انا معايا الخضار بتاعي جاهز والفراخ كمان جهزت معايا. دلوقتي بقى كده هروح على النار، ومعايا كده في طاسة على النار نزلت كده بمعلقة كبيرة من السمنة وشوية من الزيت. هسيبهم كده يسخنوا كويس، وهنزل كده بالخضار اللي انا طحنته في الكبة. هنزل بالكمية كلها، وطبعا انا عايزة انشف الخضار بتاعي من اي سوائل موجودة فيه. هبدأ ان انا بالاسباتورة كده ابدأ ان انا اقلبه كويس علشان ينشف من كل السوائل الموجودة فيه لغاية ما يوصل للمرحلة دي. في المرحلة دي هبدأ ان انا احط صدر الفرخة بتاعي. هنزل كده بصدر الفرخة وهبدأ ان انا افكه كده عن بعضه واخلطه مع الخضار بتاعي اللي انا منشفاه على النار، طبعا على نار عالية لان انا مش عايزة الفراخ بتاعتي تطلع المية اللي جواها. دلوقتي كده هنزل بالتوابل بتاعتي، وهي نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة من السكر، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الكمون. وطبعا المكونات كلها سيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هقلب كده المكونات كده كلها مع بعضها، وما شاء الله الروايح هنا جميلة جدا. ما شاء الله شايفين معايا الفراخ ما جابتش المية اللي فيها ولا اي حاجة. كده معايا العصاج بتاع الفراخ بتاعي جاهز، وكده بقى تمام معايا. هطفي عليه النار. دلوقتي انا معايا كده على النار 2 كيلو ونص من اللبن. نزلت عليهم بكيسين من المكرونة. الكيس 350 جرام، يعني الكيسين 700 جرام من المكرونة. طبعا اللبن اللي معايا ده كامل الدسم. لو انتي بتستخدمي لبن تاني، اللبن المعلب او لبن مش كامل الدسم، هتحطي كمان مكعب زبدة. وهسيب كده المكرونة تتسلق معايا لغاية ما تتسلق وتبقى كويسة كده ومستوية. في الوقت ده انا هحط بقى البهارات بتاعتي، وهحط ربع معلقة من الفلفل الاسود، ربع معلقة مش مليانة، واقلب كده. وطبعا ممكن تحطي الفلفل الابيض، بس انا بحب نكهة الفلفل الاسود فعشان كده حطيت فلفل اسود. وحطيت كمان مكعب مرق الدجاج ورشة من جوزة الطيب، رشة كويسة كده من جوزة الطيب. ودي البهارات بتاعتي بس، مش هحط اكتر من كده. هقلب كده المكرونة مع البهارات كده، وكده المكرونة بتاعتي كده جهزت. وهطفي عليها، لازم أن يكون عليها تبقى جوسي كده شوية. والروايح هنا عندي جميلة جدا. دلوقتي انا معايا هنا صينية، ودي اكبر صينية في طقم الطواجن. اديتها كده مسحة من السمنة. ودلوقتي هتقوليلي ازاي صينية كبيرة انتي عملتي في صينية كبيرة بصدر فرخة واحد. هقولك احنا كترناه بكمية الخضار اللي احنا حطيناه، اللي هي الخضار اللي هو البصل والطماطم والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. احنا حطيناه بكمية حلوة، وما تخافيش برضو طعم الفراخ برضو هيكون باين،
وهتكون جميلة جدًا، والطريقة اللي إحنا عملناها بيها هتعجبِك إن شاء الله. دلوقتي كده أنا حطيت معلقتين من البقسماط فوق السمنة، وبطّنت الصينية زي ما أنتم شايفين كده معايا. هانزل بقى بالمكرونة بتاعتي وهافردها كده جنب بعضها. وطبعًا ممكن نسلق المكرونة مش في لبن بس، ممكن نزود كمان مَيّة، ما يبقاش اللترين ونُص أو ال2 كيلو ونُص كلّهم لبن، ممكن يبقوا لبن ومَيّة، بس لو لبن هيفرق في الطعم. بس ممكن لو أنتِ ما عندكيش أو كمية اللبن عندِك قليلة، ممكن تحطي لبن ومَيّة، وإضافة برضه مكعب الزبدة بيفرق جدًا، بس أنا هنا ما ضفتوش لأن اللبن اللي معايا كامل الدسم. وإحنا بنضيف الزبدة عشان تبقى المكرونة معايا كده مفلفلة، وانتوا شايفينها معايا بسم الله ما شاء الله مفلفلة جدا، وكل حباية ما شاء الله مش لازقة في التانية، كل حباية مكرونة لوحدها، وده علشان اللبن معايا كان كامل الدسم. دلوقتي أنا حطيت أول طبقة من المكرونة، ودلوقتي هنزل كده بالعصاج الفراخ بتاعي وهبدأ إن أنا أوزعه فوق المكرونة. وطبعًا عصاج الفراخ ممكن نستخدمه كحشوة لأصناف كتير، زي السمبوسك والجلاش. وطبعًا هتقولي لي إن صينية المكرونة بالبشاميل لا غنى عنها في العزايم والكلام ده كله، هاقول لِك جربي دي وإن شاء الله هتحكمي بعد ما تجربيها قد إيه هي خفيفة وجميلة، وبتطلع كده القطعة معايا كده بقطعتها، وبتبقى جميلة جدًا. هانزل كده برشة من الجبنة الموتزاريلا، ولو عندِك زيتون شرايح ممكن هنحط في الوقت ده. دلوقتي هانزل بقى بباقي المكرونة وأوزّعه كده بالمعلقة زي ما أنتم شايفين كده معايا. هانزل بقى بالمكرونة كده كلّها، وطبعًا أنا مش هاسيب كده وش المكرونة مكشوف، أنا هاغطيها كده بطبقة من الجبنة الموتزاريلا، هاوزّع كده جبنة موتزاريلا على الوش. وأنا النهارده استخدمت عبوة الجبنة الموتزاريلا 400 جرام، استخدمتها كلّها. وطبعًا كل حاجة في الصينية مستوية، فهي مش هتاخد وقت كتير في الفرن. هادخلها الفرن حامي مسبقا على درجة حرارة 200 لغاية اما الوش بتاعها كده ياخد اللون الأحمر زي ما انتوا هتشوفوه معايا دلوقت. هخرجها على طول، بعد ما تخرج بالسكينة كده وامشي كده على حراف الصينية، وهبدأ ان انا اقطع كده المكرونة معاكو، وهخرج منها كده قطعة ما شاء الله، قطعة كده متماسكة وجميلة. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة، وتسيبيلي كده رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.